في قاعدة كده مع الوالدة والأهل سألوني نعمل إيه علشان نحافظ على قيمة الفلوس في الأيام الصعبة دي. يعني العلم بيقول إيه؟ وبعد فحص وتمحيص لقينا إن العلم بيقول لك لو مش معاك فلوس أصلا تعمل إيه، ولو معاك فلوس تعمل الثلاث حاجات دول. ما تيجي نشوف. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من علم تيوب. وأكيد سألت نفسك سؤال: إزاي أحافظ على فلوسي من التضخم؟ بص كده، في كلام الاقتصاديين ما يقدروش يقولوه. أنا هنا في الحلقة دي هتكلم بشكل عملي جدا. ونبدأ كده يا أبو خالو، لو مش معاك فلوس أصلا تعمل إيه؟ أنت يا سيدي عندك دخل ومصاريف. أحاول أقلل المصاريف دي على قد ما أقدر. أعمل ثلاث حاجات. أول حاجة أشتري السلعة الأساسية بالجملة لمدة من 3 ل 6 شهور مثلا، لأن قيمة الفلوس بتقل لكن قيمة السلعة نفسها ثابتة. فالحاجة اللي بتشتريها النهاردة بجنيه بعد 5 6 شهور هتشتريها ب2 جنيه. فلو قدرت تشتريها من دلوقتي بالجملة يبقى كويس. الموضوع ده بيفكرني بواحد صاحبي فجري قوي، كل شوية يقول لي اشتري الحاجة هتغلى بكرة. أقول له يا ولدي ما أنا مش عارف اشتريها ولا النهاردة ولا بكرة. والحل هنا في الحالة دي لو حاجة فعلا أساسية وأنت محتاجها، القسط بيعتبر حل ممتاز. وبالنسبة للدخل، حاول تزود قيمة نفسك ودخلك هيزيد. اتعلم حاجة جديدة. أنا أعرف 2 موظفين نفس المؤهل، واحد بيقبض 5000 جنيه في الشهر وواحد بيقبض 50,000 جنيه. أبو 50,000 جنيه ده اتعلم حاجات زيادة في وقت الفراغ، بدأت تجيب له دخل أضعاف اللي بتجيله من الحكومة. يبقى من الآخر كده يا أبو خالو، تقعد مع نفسك كده تسأل نفسك ازاي ازود دخلي بالحلال. وعملنا فيديو قبل كده ازاي تفتح البيزنس الخاص ليك بافكار من غير فلوس او بفلوس بسيطة جدا. رقم 2، تقلل استهلاكك من المنتجات الضارة، سجاير، اكلات مش صحية. حرفيا صحتك هي ثروتك المجانية. على رأي رجل الأعمال جيم، قال إيه؟ قال خلي بالك من جسمك لأنه ده المكان الوحيد اللي لازم تعيش فيه. Take care of your own body. It is the only place you have to live. يعني كمان لو مرضت محتاج كشف ومصاريف وأدوية وإنتاجك هيوقف. يبقى الحاجات اللي في إيدي اللي أحاول أعملها: أحاول أكل أكل صحي، أبعد عن السهر، أعمل رياضة حتى لو مشي، وهكذا. رقم 3، أرجوك ابعد عن منتجات الرفاهية اللي أنت مش محتاجها، خصوصا اليومين دول. طب نروح للناس اللي معاها فلوس، وقبل ما تحقدوا عليهم أنا هنا بتكلم عن الناس اللي معاها فلوس قليلة، 10 100 200 ألف، وخايف عليهم من التضخم. نعمل إيه؟ القاعدة هنا يا أبو خالد بتقول لك إيه؟ بتقول لك حرك فلوسك، حولها لأصول. يعني إيه؟ يعني حول فلوسك لحاجة من الأربعة دول: يا إما ذهب، يا إما عقار، يا إما عملات أجنبية، أو تفتح مشروع. أنا هنا مش هتكلم عن أنت إزاي تنمي فلوسك، إزاي تكسب منها، وبالتالي نستبعد المشاريع شوية. أنا عاوز بس أجاوب على السؤال: إزاي أحافظ على قيمة فلوسي إنها ما تقلش. وبالتالي إجابة السؤال ده هتكون ما بين الثلاثة دول: ذهب، عقار، عملات أجنبية. مين في دول يحافظ على فلوسي؟ ونبدأ بالذهب اللي مشهور عنه انه اكتر حاجة تحافظ على فلوسك. بصوا كده على سعر جرام الذهب اليوم 22 سبتمبر 2023 بحوالي 61 دولار، عامل زيادة بسيطة حوالي 2%. طيب لو جينا نشوف أسعاره آخر 3 سنين هتلقاه مستقر حوالي برضو 61 دولار. طيب نرجع كده آخر 10 سنين، هوب عامل زيادة 46%، طلع من 37 دولار إلى 63 دولار. طيب نوسع كده آخر 50 سنة، زيادة رهيبة 1855%. إيه الحلويات دي؟ ولكن يا أبو خالو، تعال كده نشوف واحد اشترى ذهب في أغسطس 2011، كان جرام الذهب ب59 دولار، وحب يبيع الذهب بعد 4 سنين في ديسمبر 2015. هوب السعر نزل ل 34 دولار، يعني خسارة تقريبا 42%. لكن لو صبر على الذهب لحد 2023 سعره رفع لأكثر من 60 دولار، وبكده يدوب يكون كسب دولار واحد بعد 12 سنة. يبقى نتعلم من ده ايه يا ابو خالو؟ ان الاستثمار في الذهب على المدى البعيد. انا اعرف ناس قريب اشترت الذهب ومش عارفة توصل للرقم اللي اشتريته بيه. سبحان الله، الذهب اللي طول عمره مستقر وبينبرم بالمثل في الحفاظ على قيمة فلوسك، جه دلوقتي على ايام قرمط والحرب العالمية الاقليمية الدولية والمؤامرات الكونية وحرب روسيا اللي ملكش اي علاقة فيها، ممكن تشتري الذهب وتخسر فيه. لكن يظل برضو احسن ما تسيب فلوسك ياكلها التضخم. يبقى كده لو هشتري ذهب تعمل ايه؟ رقم 1، اشتري الذهب لما سعره ينزل كأنه حصل تخفيض عليه، اوكازيون. تاني حاجة، اشتري سبائك صغيرة 2.5 جرام، 5 جرام، 10 جرام، عشان لو اتزنقت تبيع واحدة منهم صغيرة ما تحتاجش تبيع اللوكشة كلها على بعض.
اشتري كمان ممكن جنيهات ذهب او الذهب مستعمل عشان ما تخسرش في المصنوعية. بس لازم هنا لما تبيعه يكون معاك فاتورة مفصلة بكل حاجة، العيار والجرام وشكل الذهب، بس هتضطر تبيعه لنفس المحل اللي انت اشتريت منه. سعر جرام الذهب المفروض يكون واحد في كل مكان، اللي بيختلف هو سعر المصنعية من محل للتاني. طب هتقول لي احط الذهب فين عشان ما يتسرقش؟ اقول لك لو تاجر الذهب ثقة ممكن تسيب الذهب عنده، بس طبعا تاخد ورقك وفواتيرك، او ممكن كمان تأجر خزنة في بنك تحط الذهب فيها بتاعك. بس هنا وانت وبتشتري الذهب خلي بالك ان سعر الذهب في مصر اغلى من السعر العالمي بحوالي من 100 ل 200 جنيه، ومحدش عارف ليه، وبالتالي سعر الذهب في مصر لا يعكس سعره عالميا، يعني انت ممكن تشتري الذهب وتخسر فيه. عشان كده حاول تشتري الذهب لما يبقى سعره في مصر قريب من السعر العالمي. هقول لك ازاي تعملها في التعليقات تحت. طب نروح لرقم 2، الاستثمار في العقار. وزي ما بيقولوا كده العقار هو الابن البار اللي لا بياكل ولا بيشرب. ولكن هنا في شرطين للعقار ده، اما يكون لاستخدام الشخصي يعني هسكن فيه، او هشتريه واجره ويجيب لي عائد، بس هنا العقار يعتبر امان على المدى البعيد. اخيرا يا ابو خالو رقم 3، الاستثمار في الدولار. اقول لك مع الحرب الروسية والضغط على الدولار محدش حرفيا يقدر يتوقع ايه اللي ممكن يحصل الفترة اللي جاية، وبالتالي الاستثمار في الدولار بصراحة يعتبر مخاطرة. هتقولي طب انا ممكن احط فلوسي في البنك واخد 19% العائد السنوي. اقول لك بعيدا عن الموضوع ده حلال ولا حرام، ال 19% العائد السنوي دي لو انت في بلد معدل التضخم فيه 40% مثلا، فكده معناها ان فلوسك في البنك هتخسر. اما بقى لو في بلد زي امريكا مثلا معدل التضخم في 2023 كان 3.3% ونسبة الفايدة عندهم 5.5%، يعني الفايدة اعلى من التضخم، وبالتالي هنا فلوسك مش هتخسر. مع نهاية الحلقة يا ابو خالو، موضوع احفظ فلوسي من التضخم ده موضوع مش سهل ومش صعب في نفس الوقت. انت محتاج بس تعرف كل حاجة ما لها وما عليها عشان تعرف تاخد القرار الصح، وربنا يستر ويطلع صح في الاخر. قولوا لنا في التعليقات تحت بتعملوا ايه في الموضوع ده. ونروح دلوقتي لفقرة الشعر العربي. وفقرة الشعر النهاردة من الشعر الجاهلي لعروة بن الورد المشهور بعروة الصعاليك. كان راجل معطاء بيحب الفقراء، يعني بمعنى انه لو قاعد في البيت وعنده لبن واكل وحد من الفقراء خبط على الباب، خلاص الاكل ما بيجيش بتاعه بيجي للفقراء. كان عايش في ايام على المية، تخيلوا في الشتاء مع البرد وبياخد الاكل بتاعه كده ويديه للناس وهو يعيش فقط على المية. فتخيل المية على معدة فاضية وفي الشتاء وهي باردة. ابيات الشعر النهارده هو وعنترة بن شداد تقابلوا في مرة مع بعض. عنترة بن شداد بيقول له: أتدري أجمل بيت لك وتمنيت لو أني قائله، أقسم جسمي في جسوم كثيرة وأحسو قراح الماء والماء بارد. بعدين عنترة قال له: أيعجبك شعري؟ رد عليه عروة قال له: لا. طبعا بيجلشوا مع بعض. وبعدين قال له بيت الشعر الأجمل لعنترة: أنا المنية وابن كل منية وسواد جلدي ثوبها ورداها. طب نرجع لعروة وبيات الشعر النهارده اللي اخترتها لكم. انه كان في واحد جاي بيستهزئ بيه، بيقول له انت خسيت ووشك شحب كده، وصاحبه التاني ده كان ايه سمن كده يعني. فعروة رد عليه وقال له ايه ابيات في العطاء. تعال نسمع بيقول ايه: اني امرؤ عافي انائي شركة وانت امرؤ عافي اناءك واحد، اتهزأ مني ان سمنت وان ترى بوجهي شحوب الحق والحق جاهد، أقسم جسمي في جسوم كثيرة وأحسو قراح الماء والماء بارد. أقسم جسمي في جسوم كثيرة وأحسو قراح الماء والماء بارد. وأحسو قراح الماء والماء بارد. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا من علم تيوب. نشوفكم في حلقة جديدة، ما تنسوش اللايك والشير، والسلام عليكم. Almatube is good. Almatube is good.